ردت الناقدة مجدي خير الله على إعلان أسرة الشيخ الشعراوي مقادتها بتهمة الإساءة للشيخ محمد متولي الشعراوي رحمة الله عليه، حيث كتبت على صفحتها على موقع فيسبوك: أعلنت أسرة الشيخ الشعراوي بأنه سوف تقاضيني لأن كنت ضمن من لم يرحبوا بعمل مسرحية تقدم على المسرح القومي عن الشيخ الشعراوي بوصفه شخصية مقدسة لا يمكن المساس بها أو مناقشة أفكارها. وأضافت خير الله: وأعتقد أن أسرة الشعراوي هتضطر ترفع قضايا على مئات من الأشخاص العامة في جميع المجالات الذين لهم نفس الرأي في فكرة تقديم مسرحية عن حياة الشعراوي على خشبة المسرح القومي. وتابعت الناقدة في ردها: عليهم السعي لحذف فيديوهات الشعراوي التي تفاخر فيها بأنه سجد لله شكرا على هزيمة الجيش المصري في حرب 1967، تلك الحرب التي استشهد فيها الآلاف من أشرف رجال الجيش المصري مسلمين وأقباط. واستكملت: وبالمرة يحذفوا فيديوهاته عن إشاعة روح الكراهية ضد أخواتنا الأقباط والترويج لرأي يأخذ به البعض حتى الآن، وهو رفض الترحم على أي قبطي أو تهنئته في أي من أعياده، بالإضافة عن فيديوهاته عن ضرورة الاستسلام للمرض وعدم السعي للعلاج، لأن هذا معناه أنك ترفض ملاقاة الله. وتابعت رسالتها لأسرة الشعراوي قائلة: وفيديوهاته التي يهين فيها المرأة التي كرمها الإسلام بتهكمه على الزوجة التي تشكو تعنيف زوجها قائلا: مش عاجبك أسلوبه وهو اطلع على عورتك. وفي بلاغ للنائب العام كلفت أسرة الشيخ الشعراوي المحامي سمير صبري برفع دعوى قضائية وتقديم بلاغ للنائب العام ضد الناقدة مجدي خير الله، مثلما تقدموا ببلاغ مماثل للنائب العام ضد الناقد طارق الشناوي لإساءته للراحل أيضا. وكشفت أخبار اليوم عن توجه المحامي سمير صبري يوم السبت المقبل الموافق 7 يناير بتقديم بلاغ للنائب العام، كما سيقوم برفع دعوى رسمية في وقت لاحق.